السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم بنتكلم عن طريقة التعقيم، الطريقة المثالية لتعقيم الأقفاص، المحاكر، الأرضيات. كنت تكلمت سابقا عن عملية حرق اللوفت أو مسكن الحمام بالكامل. تصلني مجموعة من الرسائل كيف حرق اللوفت، وهذا اليوم إن شاء الله بنشوف في هذا الفيديو. يعني مثلا كما تشاهدون هنا في الحضان، إذا مثلا الخانة هذه كان فيها من طير مريض سالمونيلا أو كوكسيديا أو البراميسكو اللي هي معروفة أنها أمراض كلها فيروسات. لو أنا حاليا جبت الطير وحطيته هنا بياخذ الفيروس، من الفيروسات تصل مثلا أحيانا 3 شهور في نفس المكان. فإحنا هنا بنشوف كيف عملية التعقيم الصحيحة والمثالية اللي 100% نتخلص فيها من الفيروسات والأمراض حتى الجميع يستفيد إن شاء الله. إخواني، عندنا الجهاز هذا موجود في جميع المراكز التجارية، السوبر ماركت وهذا. وعندنا هاي غاز عادية. نركب الجهاز ثواني بس. هنا عندنا نشغل، لأن إخواني كما تشاهدون حتى كما تشاهدون تعقيم شامل. يعني مستحيل انه يظل هنا فيروس، يعني بهاي الطريقة كما تشاهدون، او انك تخفف. بس الفائدة انك تعقم الخانة كاملة. لكن اذا انت ما حرقت الارضيات او مثلا اللي يستخدمون الاقفاص مثل هذا، اذا ما حرقت بالكامل المكان حتى الجوانب، فممكن يكون الفيروس بعدها موجود وينصاب الحمام بامراض، فتقول انه ما نجحت الطريقه. اخواني كما تشاهدون في الفيديو الحرق، يعني انك ما تخلي مكان كما تشاهدون، تتاكد 100%. وانا عاده دائما اركب كمامه كوقايه، بس لان الفيديو سريع ان شاء الله عند الفائده للجميع. كما تشاهدون اخواني عمليه الحرق، زي كما تشاهدون. إذن هذه عملية حرق. يعني الآن عندي سؤال إخواني، هل تتوقعون أن المكان هذا فيه فيروس؟ نهائيا المكان هذا ما فيه فيروس ولا شيء. الحرارة العالية. البعض يسأل كيف أنك تحرق أقفاص خشب وما تخاف. لاحظوا، البعض يسأل كيف تحرق وعندك مثلا بايب بلاستيك، مشربية بلاستيك، خشب، يمكن يحترق بالكامل. حتى تكون عملية الحرق يعني اللي هي تمسك في الخشب وتمسك في البلاستيك، يجب انك تخلي النار مثلا في مكان واحد فترة طويلة، بيحترق اكيد مع الحركة. يعني الهدف اننا نعطي الحرارة العالية بس بدون الحرق، بدون ما يحترق. شوف انا حتى بخلي لنا شوف حرق، يعني انك تعطي الحرارة العالية بدون انه ما تحترق الفايبرات او يحترق اللوح. فالرجاء اخواني، يعني الهدف من عملية الحرق يعني حركة سريعة تعطينا الحرارة العالية بدون انه ما يحترق الخشب او يحترق شيء. شوف، وبالنسبة للي يتوقع انه مثلا انما الحرق هذا مو منه فائدة، انا هنا عشان اوضح لكم انه في حرق. شوف لاحظ احتراق الخشب، يعني هي في حرارة عالية يا اخواني، بس انا ما اخليها انها تمسك في البلاستيك وبيجي. لاحظوا معي تعقيم اخواني بالحرارة العالية. لاحظوا، خلاص انتهى الموضوع، نرجعها في مكانها خلاص وكل شيء. اذا هذه الطريقة المثالية يا اخواني، إذا كنتم معنا. وهذه الطريقة نستخدمها في الأرضيات بالنسبة للحمام اللي في الجمعي، بالنسبة لأي شيء، ممكن صحون، حتى الصحون، صحن تفريغ، حتى الصحن، أي شيء.
خلاص. إذا هذه الطريقة يا إخواني يعني نهائيا القفص على الخانة هذه نهائيا ما فيها فيروس، ما فيها فيروس ولا أي شيء. إذا إخواني كنتم معنا وشفتم عملية التعقيم بالحرق، وأتمنى أنكم تستفيدون والتطبيق هو اللي يعطي النتائج، التطبيق الصحيح هو اللي يعطي النتائج. شاكر لكم حسن المتابعة، إن شاء الله نلتقي في مواضيع ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.